الو، انا عايز اعمل حجامه. لما يجي لك مريض ويسالك السؤال ده، انا عايز اعمل حجامه، اول سؤال هتساله له، انت عندك مانع من موانع الحجامه؟ اللي هي ايه؟ هنحاول نقسمها كده بشكل بسيط بحيث ان احنا ما ننساهاش، وفي نفس الوقت تبقى في ذهننا دايما اللي اي حد عايز يعمل حجامه. لان يعني في ناس كتير مش هتسالك الاسئله دي. هنتكلم على الحجامه الشعبيه. محدش هيسالك على الاسئله دي، او لو سالك على جزء منها مش هيسالك على الباقي. اول حاجه، الطفل تحت 12 سنه والست الحامل وفي شهور النفاس. مش معنى دول، لان مفيش كمان ناحيه علميه مفيش دراسات كافيه في الموضوعين دول، لا الاطفال ولا الحامل ولا النفاس. وبما ان مفيش دراسات كافيه، يبقى ممنوع ان انت تعمل فيهم الحجامه، لان احنا مش عارفين لو عملت لهم هيحصل ايه. هل هم تفاعلاتهم بتبقى زي الاشخاص الطبيعيه ولا لا؟ طيب، تاني حاجه، الناس اللي عندها قصور في وظائف الكلى والكبد او فشل كبدي او فشل كلوي. طب مش معنى دول، لان ببساطه شديده جدا الحجامه من فوائدها انها بتنشط الكبد والكلى لتخليص الجسم من السموم. طب انت ينفع تنشط حاجه اصلا مش شغاله، ولا انت بتجهدها بزياده؟ طيب، الحاجه الثالثه، قصور في عضله القلب او امراض القلب الشديد. الناس اللي عندهم فقر دم شديد، ما يجيش يبقى انت عندك فقر دم يعني عندك ضربات قلب زياده، يعني لما اجي اعمل لك حجامه واطلع انا دم منك هدخلك في انيميا، فقر دم زياده، وهزود لك ضربات قلبك بزياده. يبقى فقر الدم الشديد احنا ما ينفعش نعمل له حجامه. الناس اللي عندها دوالي، ما يجيش انت حضرتك وتقوم حاطط لي كاسات على الدوالي تقوم تنزف منك ويحصل عدوى ويحصل مشاكل. احنا في غنى عن الكلام ده. اللي عايز يعمل على الدوالي بيعملها في اماكن سليمه في الجلد بعيد عن الدوالي، ودي برضه هنتكلم فيها ليه وايه فائدتها، يعني ايه فائده الحجامه في موضوع الدوالي. الناس اللي عندهم سيوله في الدم او بياخد دواء السيوله، ما تجيش انت تشرط عليه وينزف منك، ما تعرفش توقف النزيف. لان في الناس الشعبيين لما بيجي بيعمل حجامه مش بيعمل حجامه، ده بيشرط جامد وبيطلع دم جامد، فهينزف منه ومش عارف يعمل له حاجه. طيب، الناس اللي عندهم لا قدر الله سرطان، نقصان بتاع الجلد بالذات، تيجي تشرط عليه تقوم تنشر السرطان في كل حته. الناس اللي عندهم عدوى زي التهاب كبدي وبائي او عنده سل او ايدز لا قدر الله، الحاجات دي كلها بتبقى الخوف على الممارس اكتر من هو خايف على مين؟ على العيان نفسه، ممكن يتنقل له هو العدوى. الناس اللي هم عندهم يعني مثلا ما يجيش واحد عامل حادثه وتيجي تقول له انا عايز اعمل له حجامه. الناس اللي هي داخله في حالات الامرجنسي وحالات الطوارئ دي ما ينفعش تعمل لها حجامات. واحد عنده كسر ما ينفعش تعمل له حجامه عليه. واحد عنده تمزق في الاربطه شديد ما ينفعش تعمل له حجامه. واحد عنده قطع كامل في الاربطه ما ينفعش تعمل له حجامه. واحد عنده مشكله في الجلد ايا كان بقى، التهاب في الجلد، قرحات في الجلد، ايا كان، تمام. واحد هو عمل حجامه قبل كده والتشريط بتاعه عشان تشريط شعبي شديد عمل ندبات في الجلد ما ينفعش اعمل عليها تاني. يبقى اي حاجه في الجلد ما ينفعش اعمل عليها حجامه لو فيها اصابه. واحد عنده نزيف داخلي، عضله مقطوعه وفيها نزيف داخلي ما ينفعش اعمل عليها حجامه. هي دي موانع الحجامه اللي انت هتسالها للعيان قبل ما يجي يعمل حجامه. لو هو عنده اي واحده من دول حضرتك ما تنفعش تعمل حجامه. طيب، ما عندوش اي مانع من دول، نبدا رحله الحجامه معاه. طريق الحجامه من اوله واحده واحده، وهنبدا
في كل واحدة نقول ايه الحياة الشعبية او ايه الغلط اللي كان بيتم في الحياة الشعبية، وهنحاول احنا نصلحه من الناحية العلمية. دمتم في صحة وعافية، وانتظرونا في فيديوهاتنا القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.